ده بقى كسر كام؟ البطل ده كسر 6 سنات. بس انا شفنا سنه كان قافل جديد. يحت... تعمل ايه يا حمدي؟ اجيب الوحش يا استاذ محمد. ده عندك وحوش غير اللي احنا صورناه؟ انا اروح عشان العالم تعرف تاني الجديد كيف اللحم. حاسب بالراحه يا حمدي احسن الباب يتكسر. ما كده كسره والله ما حد كسر غيره. نصلي على النبي يكسب يا استاذ محمد عشان الناس تعرف تاني جديان بموازين عقول. او دي جدي برضو خليط قبرص عالي. العالم دي لو تعرف تاني الجديان، لو الناس دي تعرف تتعامل مع الجديان وتعرف تنميها، ولا تقول لي عقول ولا تقول لي بهايم. صدق بالله انا فزت من البهايم. بره دلوقتي بقت ب 50,000 وب 70,000 وب 80,000 وما لهمش عازه. اقل بيمه النهارده بتصرف لها جماعه 50 جنيه في اليوم عليقه بس، عليقه وعلفه. ماشي. في ناس برضه بتربيها كده ان هي مفيش بديل عندها الا كده. مفيش حاجه اسمها والله يا راجل غلطان والله العظيم. خلاص راحت اوفيس عشان العلف. عشان العلف بيمه تاني تصرف 150 جنيه. كانت بتصرف ولا 50 ب 150 وبيع لحم. خلاني بكتب 130. هو يزيد كلهم كيلو والله ساعات ونقالوا شت مرض. هو داير اكل شهرين 3 لا راح لا جه. اللي صلى على النبي يكسب. البطل ده بقى كسر كام؟ البطل ده كسر 6 سنات. بس انا شفنا سنه كان قافل جديد. ممكن والله. لا 6 يا حاج. في 15 6 يا استاذ محمد. والله وريني 6 يا استاذ محمد. طب وريني خنصر. وريني خنصر. اشتغلنا يا استاذ محمد على في رمضان. وريني خنصر. وريني خنصر. انت اللي بتقول كان قافل. ده يا استاذ محمد. حمدي اللي كان بيقول انا شفت. حمدي وريني. 6 وريني خنصر بس احنا يهمنا. خنصره. وريني. ثبت بس ايدك. ايوه ايه اثبت بس نوري الناس السن بتاعه. في خنصر يا جماعه اهوت. حمدي اهوت قال الجديد قافل. حصل ولا ما حصلش يا ابني؟ احنا صايمين. الحمد لله راح صيام. واللي صلى على النبي يكسب. ده باباته يا استاذ محمد مش جديان. دي جديان بموازين عقول. والله لسه ما جاب اللحم اللي في دماغي برضه. جدي اهو. بسم الله ما شاء الله. بتفكر يا جدعان احنا بنورد الجديان دي بنتمنظر بيها؟ سلاله ولا ايه؟ ولا ميزان زي الجديد؟ دي سلالات. دي سلالات. الجديد دي ميزان؟ اقول لك يا استاذ محمد ان شاء الله بمشيئتك يا رب. الجديد اللي انا عايز اذبح النهارده برضه هيلموا حقه. وهيلموا فلوسه. الجديد ب 150 الكيلو اللي قدامك التاني. الجديد ده ب 150. الكيلو فيه ب 150 جنيه. الجديد ده الكيلو فيه 150 جنيه. والبطل ده؟ البطل ده ب 18,000. بسم الله ما شاء الله. ووزنه 130 كيلو. ما شاء الله. جنبه مش جدي وخلاص اهو. وحش. بسم الله ما شاء الله. وحش. 18,000. وحش. ربنا يبارك لصاحب النصيب. واللي صلى على النبي يكسب. اللي صلى. بسم الله ما شاء الله. معزة شابي وراه ذكرين كسر 6 سنات. بتاعك يا المعزة دي. كسر 6 سنات شقي قوي. وراه 2 ما شاء الله خلايط قبرصي. واحدة. قصدك ورا ما شاء الله. وراه ذكرين. اللي صلى على النبي. 6 سنات الضرع. محمد. دي القبرص. دي معيز قبرص. المعيز ده كمان له مجعانة واتفرجت على حجم المعيز دي. قرب عليها جزء كسر 6 سنات كده بقى. دي كسرة خنصر معاه يا جماعة. لا بص اهو. اجيلك عشان يثبت. خنصر ومعاه خنصر. بص جنب التمام. ثواني. في خنصر اهو. خنصر باين اوي من هنا اهو. مش مطلعة ولا لسه صغير. نازل ده وش 3 شهور. ده خالد قبرصي؟ ايوه. وش من جدي قبرصي. بلاش من التاني الله يبارك فيك. الناس دي شعرتها لابسين. هانة سمرة يعني. الناس زرع ودن المعرقة. الشغل بتاعها شغل. الله يبارك له الله ياخدها. تاني قول مواصفاتها تاني بعد اذنك. المعزة دي قبرصي. خليط عالي. خليطها عالي. خليط قبرصي كسر 6 سنات مع الخنصر. معاه 5 عشار على الصنار. عشار 3 شهور. من قبرصي؟ من قبرصي. وريحها والضمان ربنا. ورينا كده. ورينا الناس كده.
معزة شعرتها ديكس غامق، سمرة غامق. معزة. شوف الأرضية بتاع العنزة مع الصلاة من المعزة دي لو واكلة كمان واتفرجت عليها. طب في ناس هتقول لك المعزة دي 25,000. احنا خلينا فيك انت، عرض على كام؟ واللي يصلي على النبي يكسب. المعزة دي عاملة 16,000. 16,000؟ 16,000. اللي بياخدها عشان اللي ببطنها. وما فيهاش تفاصلة. واحد يرن عليا يقول لي انا كارم ما اتكرمش. المعزة دي يا عم الناس بتوع اشمعنى وكل البيع والشراء فيها ياخدوا عطا. اخرها 116,000. طب ما هو البيع والشراء كله فيها ياخدوا اللي عطا. يعرف قيمتها يشتريها، ما يعرفش قيمتها بعد اذنه يعني وهيفصل ما يرنش عليا. ايش انت عمر افندي يعني؟ ايوه احسن من عمر افندي كمان. مش كده يعني، انت المحل بتاع عمر افندي بيبيع بالفواتير مفيش فصال. اصل انا لازم اعرف الناس دي اللي بيقول لك الكيلو الودان بكام، وده يقول لك الكيلو مش عارفاه، المعز دي مش عارفاه. المعزه دي لو هي مش 10 كلمه سعر اقل من كده؟ المعزه دي لو حيه فاضيه كمان مش هياخدها حتى ولا ب 14,000. المعزه قدام الخزنه. الله ربنا يبارك. المعزه الشغل ده للناس اللي ربط وانت المعزه دي عامله 10,000 وتعرف جنيه يا أستاذ محمد. اللي جنبها ب 10,000. المعزه دي عامله قرية 10,000 قبرص. عشان مش عشر ولا حاجه؟ لا اللي ياخدها برضه لسه ضربه جديده، اللي ياخدها يورثها. المعزه دي عامله 10,000. ميزين الناس اللي تعرف تنتج منها، مظبوط كده؟ ايوه. المعز دي اللي يعرف يقنيها يشتريها، ما يعرفش يقنيها ما يشتريهاش. عشان ما يتعبش نفسه ويتعبش الناس حواليه. اللي عايز يجيب حاجه تنتج لحم يجيب له معزه شامي، مظبوط كده؟ والله اللي عايز يجيب شامي، والله في ناس بتنقل ابرص للحم، وفي ناس بتنقل كله، وفي الاخر وفي الاول احنا بندور على اللحم. ماليش دعوه بقى بالناس تاخد زينه، ناس تاخد منظر، ناس تقعد تترح على بعضها تقول لك ده اللي مش عارف عند الجدي مش عارف ده اللي ما فيش اخوه، الصيد ده كله كلام كدب في كدب ملوش عزا. احنا بندور على حاجه واحده بس في الاخر، وندور في الاخر وفي الاول على اللحم. طب ما في بديل في اللحم يديك نفس الحجم وبسعر اقل. بديلها الشام. الشام هيجي لي 70 80 كيلو. لو معايا اديني جدي قبرصي خليط قبرصي يا استاذ محمد، اديني هيجي موازين جدي شامي عليا اللي من انا عندي جديان هطلعها لك في العيد. خليط ابرصه في الجدي في 160 كيلو. 160 كيلو؟ 160 كيلو. واحد يقول لك في واحد هيبيع جدي 160 كيلو في 150 جنيه، يقطع بكام؟ هيقطع له بباله وفلوسها قد كده بثمن عجله، ومفيش عجله دلوقتي. العجله النهارده اللي مولوده ب 20,000. اللي مولوده ب 20,000. الله ربنا يبارك لصاحب النصيب. ربنا يصلح الحال. يبقى قلت لي كسره 6 والمعزه دي كسره كام؟ المعزه دي فيها سنه مكسوره وب 10,000 جنيه. ضربه، ودي 10 3 شهور؟ وده 10 3 شهور. تمام.